عملنا الليزي كيك وزينا كده بكرات السميد. قولوا له ايه رايكم في الجمال ده؟ جربوه، بيرطب على القلب كده وحلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها وعافية الأبدان وشفاءها ونور الأبصار وضياءها وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء السعادة أو صباح الهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتنزلوا تفعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم بيه إشعار جديد على خير إن شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الليزي كيك سهل وبسيط ومش هياخد معانا وقت، والحاجات دي كلها حلوه جدا جدا في الصيف. يلا ندلع نفسنا شويه كده ونعمل لنا الليزي كيك بشكل حلو، وهحط شويه حاجات كده عليه هتخليه في حته تانية خالص. يلا نقول مكوناتنا على بركه الله. عندي هنا كميه البسكوت اللي انا هستخدمها، وطبعا على حسب الرغبه كله ده، ممكن تستخدمي كميه اكبر او كميه اصغر من كده. عندي كوبايتين من الحليب، نص كيلو من الحليب يعني. عندي 5 معالق من النشا، عندي 5 معالق من الكاكاو، عندي سكر، ورقه فانيليا، الشوكولاته. دي كل المكونات. يلا نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هنجهز الحاجه اللي احنا هنعمل فيها صوص الشوكولاته. هننزل هنا بالسكر، والتحليه طبعا على حسب الرغبه. عندي هنا النشا، عندي الكاكاو الخام، ورقه الفانيليا، وعندي كده الحليب. هنروح نرفعهم على النار ونيجي عشان نكمل الفيديو مع بعض. كل اخواتي وحبايبي اللي وصل لحد هنا معايا من الفيديو، وان شاء الله دايما توصلوا، ما ينسانيش بلايك للفيديو، وشرفني دايما بالاشتراك في القناه. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. رفعنا الحله طبعا على النار بكل المكونات اللي فيها، وبنقلب فيها واحده واحده بالشكل ده لغايه ما ناخد منها كده قوام متوسط، لا هو تخين ولا هو خفيف. في المرحله دي احنا هنحط قطعه من الزبده كده، وهنضيف كمان قطعه من الشوكولاته بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله، كده تمام خالص. يلا بينا عشان نصبها على البسكوت. حطينا البسكوت كده، هننزل عليه بصوص الشوكولاته. لازم نقلبهم كويس جدا جدا كده لغايه ما تتشرب كل الشوكولاته بالشكل ده. انا عملت كميه حلوه من صوص الشوكولاته، مش هستخدمها كلها يعني، هستخدمها في حاجه تانية كده. تمام. هجيب القالب اللي انا هحط فيه، هدخلها التلاجة شوية تتماسك شوية، وبعدين نرجع نكمل الفيديو مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. كل اخواتي وحبايبي رجعت لكم بعد ما خرجت الليزي كيك كده من التلاجة.
بقى الصوص الشوكولاته. انا معايا صوص شوكولاته من امبارح اللي فاض مني، حطوا منه معلقتين. لو انت مش معاكي هتحطي قطع الشوكولاته بس وتسيحيها في حليب. انا معايا كده هاخد منه معلقتين وهحط مكعبين من الشوكولاته عليهم شويه من الحليب. زي ما قلت لك ممكن تحطي شوكولاته بس مع حليب، ما تستخدميش الصوص خالص يعني. هي عامه بتحط شوكولاته بس مع حليب، بس انا حابه احط الصوص مع الشوكولاته كده هيديني طعمه حلو وكمان شكله حلو. هتبقى غرقانه كده صوص. بس هي كده تمام. يلا بينا عشان نصبها على ليزي كده. هنصب عليها الشوكولاته بالشكل ده. الله على الجمال. كل اخواتي وحبايبي، بعد ما صبيت الشوكولاته بالشكل ده انا عندي هنا كرات من السميد حلوه كده. ده طبعا التشكيل ده او الزينه على حسب الرغبه، ممكن ما تزينيش باي حاجه خالص. انا هزين بيها بالشكل ده. دي انا عاملاها بالسميد واحط عليها كركديه لون احمر واديتني الجمال ده كده. بعد ما زيناها بالشكل ده بكرات السميد زي ما قلت لك، الزينه دي اختياري. يلا بقى نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، قولوا لي رايكم في الفيديو. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير ان شاء الله.